أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست قعدة أمهات. أنا بصراحة متحمسة جدا للحلقة دي، ويمكن متحمسة لفكرة البودكاست في المجمل. لو بتتابعوني على السوشيال ميديا فانتوا أكيد عارفين إن أنا بحب أرغي. ساعات بيبقى عندي أفكار كتير حابة أتكلم عنها، أو بحس إن لسه عندي كلام كتير متقال، مش عشان أدي نصايح ولا عشان أقول إني فاهمة كل حاجة، بالعكس أنا لسه كل يوم بتتعلم حاجة جديدة. فقلت ليه ما يبقاش في مكان أقدر أتكلم فيه براحتي عن التربية، عن الأمومة، عن الغلط والصح والحاجات اللي محدش بيحكي عنها كفاية. ولو حلقة واحدة بس خلت تنام وهي مطمنة أو تغير فكرة كانت هتأثر على عيالها، هيبقى البودكاست ده عمل اللي أنا كنت بتمناه. ويلا بينا نقول بسم الله ونبدأ أول موضوع. في جملة كلنا بنسمعها طول الوقت: المهم يطلع متعلم. وأنا كل مرة بسمع الجملة دي بسأل نفسي، طيب وبعد ما يطلع متعلم هل التعليم لوحده كفاية؟ يعني لو شخص متفوق جدا ولكن بيكتب أو أناني أو ما بيرحمش الناس اللي حواليه أو بيكسر الناس بكلامه، هل ساعتها أنا هقول أنا نجحت في تربيته؟ بالنسبة لي لا، أنا نفسي ابني ينجح في المدرسة، وأتمنى أنه هو يدخل الجامعة اللي هو بيحبها ويحقق كل أحلامه. بس لو خيروني بين أنه هو يطلع الأول على المدرسة وبين أنه هو يطلع إنسان محترم وسوي، أنا أكيد هختار أنه هو يطلع إنسان محترم بدون ثانية تفكير. أنا شايفة أن العلم ممكن نتعلمه في أي وقت، بس الأخلاق دي اللي بتبني من وهو صغير. الطفل ما بيتعلمش من الكلام بتاعنا، الطفل بيتعلم من أفعالنا، من اللي هو بيشوفنا بنعمله. لما يشوفني بعتذر لما أغلط هيتعلم الاعتذار، لما يشوفني بحترم الناس هيطلع هو كمان بيحترم كل اللي حواليه، لما يشوفني عامل الدليفري بنفس الاحترام اللي بعامل بيه المدير هيفهم ان كل الناس ليها قيمة. وده عمره ما هيتعلمه في كتاب. احنا اوقات بنقضي ساعات نذاكر الحروف والارقام، بس كام دقيقة بتقضوها مع اولادكم تعلموهم الصدق؟ كام دقيقة بتقضيها مع ابنك تعلميه الامتنان والرضا، وان كلمة انا اسف ما بتقللش من البني ادم ابدا. انا شايفة ان التربية بتبقى موجودة في التفاصيل الصغيرة جدا جدا، في طريقة كلامنا مع بعض قدام اولادنا، في رد فعلنا واحنا متعصبين، في احترامنا لبعض قدامهم، في وعد وعدناه ووفينا بيه. كل دي دروس احنا بنديها للأولاد من غير ما نقول لهم تعالى هديك درس. من أكتر الحاجات اللي غيرت تفكيري بعد ما بقيت إني بطلت أسأل نفسي هو أنا ابني لما هيكبر هيطلع إيه، بس بقيت بسأل أنا ابني هيطلع مين. لأن في فرق كبير جدا، هيطلع دكتور، مهندس، لاعب كورة، كل دي وظائف، بس هيطلع إنسان أمين، هيطلع إنسان حنين، شجاع، مؤدب، بيعرف يجبر بخاطر اللي قدامه، يعرف يتحمل المسؤولية. دي شخصيته، وهو ده اللي هيفضل معاه طول العمر. وانا مؤمنة ان المجتمع ما بقاش محتاج ناس ناجحة وبس، المجتمع بقى محتاج ناس محترمة. لان الشخص المحترم ده لو بقى دكتور هيحترم المريض، لو بقى مهندس هيشتغل بضمير، لو بقى مدرس هيأثر في أجيال. بس لو فقد الأخلاق، العلم لوحده مش هيمنع الأذى ومش هينفعه. وفي الآخر دي طبعا مجرد قناعات شخصية أنا حبيت أن أنا أشاركها معاكم، ومش بالضرورة أن كل الناس تتفق معايا. بس لو في حاجة أنا نفسي أسيبها في ابني بعد ما أكبر، مش الشهادة اللي هياخدها ولا الدرجات اللي جابها. نفسي بجد الناس بعد عمر طويل لما أنا مبقاش موجودة، لما حد يشوفه يقول أمه وأبوه عرفوا يربوه. لأن ده بالنسبة لي هيبقى أكبر شهادة ممكن أي أب أو أم ياخدوها. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالقعدة دي، ولو وصلتوا لحد هنا فأنا بشكركم جدا أنكم قضيتوا الوقت ده معايا. هستنى رأيكم في الحلقة، وأشوفكم في حلقة جديدة من قعدة أمهات.